السلام عليكم، فيديو جديد ان شاء الله. رحنا اليوم الاكشن. شوفوا جمال الكوبايات هذه كيف تجنن للعصير. انا اي شيء كيوت تلقوني اخذه، حتى لو هو حق اطفال يعني. شو تضحكوا؟ ضحكتوا عادي يعني، انا مش مهمة عندي، اهم شيء ابسط نفسي. من جد يجنن. بعدين انا عندي كمان اطفال وعندي احفاد يعني، فاخذت لهم لو ما يجوا عندي. هذا ولا الشموع لو تشوفوا ريحتهن ما احلاهن، يجنني ورخيص. شوفوا انتم قلتوا لي احلى شيء كلمة يجنن، فانا بكثر لكم منها. قوي حلوة والله ورخيصة، لو تشوفوا الريحة مرة رهيبة. وهذا ولا كمان هذه بالريحة البرتقال، بس شوفوا ما شاء الله ريحتهن قوية يجننين ورخيص من جد. ما شاء الله جاب الأكشن حاجات رهيبة اليوم. رحت تبضعت لي، اشتريت لي أشياء ديكورات وحركات. وهذا بالقرفة وبالتفاح قوي، ريحة ما شاء الله حلوة الصدق. هذا مش عارفة، أعتقد فانيليا أو شيء، بس كل ما شاء الله الريحة تجنن، أو ورد أو مرة حلو. والله انصحكم تشتروه، إنه جميلة قوي. وهنا مكان الصحون والأطباق صورت هذا. شوفوا الأطباق دي كيف تجنن. بعد ما شفتم في الفيديو قلت يو لو أخذت لي منهن. قوي جميلة وحلوة. السعر الواحد ب2 يورو. في كمان اللون الأخضر، بس اللون الوردي مرة حلو، حتى الأخضر جميل كمان. من 2 يورو محلاهن. شوفوا ما أجملهن، يجنني. للكوفي حاليات قوية. صورت لكم يعني حاجات اللي جاب الأكشن الجديد، أطباق وكذا، بس أنا ما أخذت حاجات كثيرة، أخذت حاجات بعدين لو ما روح. هذا حق البهارات كمان حلو، ما أخذت منه صراحة، لأنه أنا بيتي المطبخ حقي مش كبير وسيع. هذا شوفوا البرطمانات يجنني، تحطوا فيهن الكوفي والشاهي ما أحلاهن. وهذه كمان حلوة عجبتني، ما لقيت سعرها، مش عارفة فين سعرها، بس هذا السعر حق هذه تحطوا العصير فيها أو ما بارد مع الثلج وكذا. مرة حلوات والله. وشوفوا إيش لقيت لكم يا بنات. لقيت الجوز الهند الأصلي في أكشن. بتحصلوا شفتوا مكان الأدوية والحاجات، بعدين بوريكم في الفيديو ده. شوفوا فين المكانه، قوي حلو، سعره مرة حلو يجنن. هذا للشعر انصحكم فيه، مرة رهيب. كنت أسوي الشعر بناتي ما شاء الله، لو تشوفوا يعطي لمعة ويطول الشعر، يكثف ورهيب من جد والله. وهذا في حاجة فيتامينات وأشياء كمان. أخذت واحد للأظافر وللشعر، أخذت منهم كمان. هذا الزيت رهيب، الريحة جوز الهند ما أقول لكم. وفي منه سكراب كمان، بس بالجهة الثانية بتحصلوا عند المكياج وكذا. شوفوا هنا رتبت، عملت كذا هدية لو مثلا رحتوا عند واحدة مثلا نقلت بيت جديد، أو تزوروها أول مرة، أي يعني حاجة لطيفة كذا. حطيت فيها حق الهاند شاور، حق الشاور هاند شاور يعني، أو فاس هاند أو كذا، المهم. وسكرب حق الوش، وهذا حق الشفايف. وحطيت شوكولاتة وكمان ريحة للبيت قوي جميل يعني. ترتبوا انتو، كنت اشتريت اكثر بس ما فيش من كان يمسك لي اصور، فهمتوا كيف؟ هذاك حق اليد اسمه، حق تحطه في المطبخ، في الحمام، في اي مكان تحبوه. بس يعني تقدروا تحطوا حاجات لطيفة. لو عجبكم الترتيب هذا قولوا لي، بسوي لكم حاجات اكثر من كذا. قوي لطيف جميل يعني، حاجة كذا لطيفة لما واحد يروح عند أحد ياخذ في يده شي ترتيبات وكذا. أنا أحب أرتب. شوفوا الجمل هذا، أنا الصراحة ذا كيف أموت فيهن. هن شوك بس شكلهن مرة لطيف يجنني، ما أحلاهن.
zo mooi, heel mooi. Ja, hè? Ja. En nog helemaal niet duur. Ja. 1,75. Ja. Blijft helemaal altijd. En kijk eens hoe schattig. Zeker. Zeker. Zijn er nog? Zijn toch? Sorry mevrouw. Ja, nee hoor. Oh. اليوم الورود في الألبرتاين ما أقول لكم جمال ما شاء الله. أنا أحب الورود، أحب الشجر، أحب أي حاجة طبيعة ألوان كذا أحب. صورت لكم قوي جميل جميل. شوفوا هذيك اللي تحت ممكن واحد يحطها في البيت كذا ديكور، عجبتني قوي. بعدين باخذ لكم لقطة منها كمان بتشوفوها ما أحلاها. هذه اللي تحت الفازة البيضة دي تجنن، شكلها جميل، حتى الوردة اللي فيها مرة حلو. عدني لاحظتها الآن صورتها بس ما ركزت عليها. قوي جميلة، يحطها واحد ديكور في البيت. شوفوا جمال الورود عندنا في هولندا، الله ما أجملهن. قوي حلو اليوم ما شاء الله، كله فريش كذا، حتى الورود وكذا مرة جميلة ما شاء الله. صورت لكم قلت ما فوت هذه اللحظة من جد، شكلهن مرة جميل. جددوا عملوا في البرتاين اسمه تجديدات، مكان ما تدفعوا الفلوس بدل ما تنتظروا الكاسة، لا تروحوا في آلة جديدة تدفعوا بالكاش، تدفعوا بالكارت، باللي تشتوا. والله عجبني نظام يجنن من جد. شوفوا محلى الورود ما شاء الله يجنني. وهنا اوريك، شوفوا تعالوا معي شوفوا ايش اشتريت من الاكشن. هذا كله هنا اللي هنا حاجات حلوة. اخذت ذوليك القلاصات ما فوتهن، عجبني قوي. انا اموت في الحاجات هذه الكيوت، تعجبني احطها اهم شي. فلما يجوا عندي احفادنا وكذا احط لهم عصيرة في ادلعهم يعني. وهذه الطاسة بان صغيرة، في عندي منها اشتريت طقم، وهذا للحمام. شوفوا ما احلى يجنن. قلت بعمل ديكورات جديدة خاصة للحمام، للفرشاة الأسنان اسمه حق الهاند شاور، هذا حق اليد. هذا الأكياس مرة حلوة تجنن. لإيش؟ تحطوا الأكل فيها، الخضار في الفريزر في الثلاجة، قوي حلوة. وهذا لإيش؟ هذا للكريمة وللبيتي-فور. مرة بنسوي بيتي-فور بوريكم الطريقة بهذا الأكياس، خاصة بالحلويات يعني، بالكريمة بالبيتي-فور. هذا حق اللي قلت لكم في تمي للأظافر وللشعر، قوي يجنن حلو رهيب. وهنا أكياس الله يعزكم وكذا حاجات حلوة، ريحة بالريحة. هذا يجي فيه ريحته حلوة تحطوا للزبالة يعني. وهذا كمان للزبالة، بس هذا الأصفر في ريحة يجي داخله، ريحة قوي جميلة. في منه الأصفر هذا زرق، وفي منه سوسني كمان، بس أنا أحب اللون الأصفر. شوفوا هذا تحطوا في شفتوا النفاحة حق اللي توزع هواء في البيت، تحطوا فيها هذا نوع ايش اسمه ذاك، مسك. واحدة فلاور اللي هو ورد بالريحة، قوي جميل. تعرفوا ايش هذا كنت ادور عليه من زمان. بودرة تحطوها فوق المتراس، تنشروها كذا. بعدين بسوي فيديو ان شاء الله خاص. وبعدين تشفطوها بالشفاطة، قوي يجنن، يعطي مثلا ريحة حلوة. وكمان ايش كمان معقم او مطهر او مش عارفة ايش، المهم. وهذه الوردة اخذتها، شوفوا جمالها ما شاء الله، برتقالي مع السوسني ذا الالوان والاخضر من البرتاين. هذه الوردة بس اللي اخذتها، فلانه معادهم ما كملوا ليش الحوش، فما قدرت اخذ حاجات كثيرة. عشان ايش؟ لو ما يكملوا بعدين ارتب الحوش الحديقة وارتب البيت ان شاء الله. بعمل لكم فيديوهات كثير ان شاء الله. المهم لا تنسوني من الدعم واللايك ومتابعة الحساب وتنشروه. وشكرا لكل من بيعلق وبيعطيني كلام حلو ويتابعني ويعمل لي نشر. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. وهذا غدانا لليوم. عملنا سلطة حلوة بالألوان الجميلة بتشوفوها الآن، وعملنا رز أبيض، وعملنا خضار بالفرن، وقدمنا لهم ولنا، وبالعافية علينا وعليكم. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد. وهذا
الدجاج مشهورة فيه هنا، فبيعجبهم، قالوا لذيذ. والخضر هذا يجنن، لو تشتوه برجع أفعل لكم الطريق. وذا الزحاوة قد شتني، وإن شاء الله أشوفكم، والسلام عليكم.